كاف يفجر مفاجأة: رفض طعن المغرب، وعقوبات نارية تهز المغرب والسنغال. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسمياً رفض الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية، والذي اتهم الاتحاد السنغالي بارتكاب مخالفات خلال نهائي كأس إفريقيا 2025، مؤكداً تثبيت القرارات الصادرة عن لجنته الانضباطية. وجاء ذلك بالتزامن مع كشف كاف عن حزمة عقوبات ثقيلة طالت الاتحادين المغربي والسنغالي وعددا من اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية بسبب أحداث اعتبرتها اللجنة انتهاكا واضحا للوائح التأديبية خلال المباراة النهائية. على الجانب السنغالي، قررت اللجنة إيقاف مدرب المنتخب بابي بونا ثياو لمدة 5 مباريات رسمية مع تغريمه $100,000 بعد اتهامه بسلوك غير رياضي والإضرار بصورة اللعب النظيف. كما تم إيقاف اللاعبين إليمان ننداي وإسماعيل سار لمباراتين لكل منهما بسبب تصرفات تجاه حكم اللقاء. وفرض الاتحاد الإفريقي غرامات مالية ضخمة على الاتحاد السنغالي بلغت $615,000 نتيجة تجاوزات جماهيرية وسلوكيات غير رياضية من اللاعبين والجهاز الفني، إضافة إلى عقوبة مرتبطة بتراكم الإنذارات. أما المنتخب المغربي فشملت العقوبات إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين، واحدة منهما مع وقف التنفيذ لمدة عام، إلى جانب إيقاف إسماعيل صيباري 3 مباريات وتغريمه $100,000 بسبب سلوك غير رياضي. كما تم تغريم الجامعة الملكية المغربية $315,000 نتيجة مخالفات جماهيرية وتنظيمية، من بينها استخدام الليزر واقتحام منطقة تقنية الفيديو والتأثير على الحكم. قصة طريفة: يحكى أن حكماً في مباراة للهواة أوقف اللعب فجأة وسط دهشة الجميع. سأله أحد اللاعبين: في إيه يا كابتن؟ رد الحكم بهدوء: أنا بدي إنذار للكرة. استغرب اللاعبون: ليه؟ قال: كل ما ألمسها تقع، واضح أنها بتمثل.